السيد الرئيس، الكلمة لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. السيد الرئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء والوزارات، السادة النواب والمستشارين، باسم الفريق الاستقلالي يسعدني أن نتدخل باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين في هذا اليوم اللي هو يوم نردوا فيه ونعبروا فيه عن رأينا وردنا على الانزلاقات اللي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته لبير الحلو. جزء من المملكة لا يتجزأ من أراضيها. التصريحات طبعا أنا مالي نتكلم على زيارته للجزائر، الجزائر هو حر قد يزورها، ولكن زيارته منطقة مغربية هي ما مقبول يدير فيها تصريحات غير مقبولة بتاتا. احنا موقفنا من الانزلاق ديال الأمين العام أنا نقترح أن ندخلوا اللي باقي المناطق اللي زارها الأمين العام للأمم المتحدة لبير الحلو ندخلوه الأراضي، ما نخلوهم أنا. هذا الأول شو يدخل هذا عندي أراضي مغربية محض، والأمين العام عارفها والجزائر عارفينها والبوليزاريو عارفها، هي أراضي مغربية خصنا ندخلوها. خصنا جميع الأراضي العازلة اللي هي أراضي كانت فيها حدود إسبانية خصها تدخل. هذا هو ردنا الحقيقي على الأمين العام، ويخصنا هو كأمين عام محافظ على السلم والأمان في العالم بأسره. شو مطرية 3 بعثة المينورسو في الصحراء؟ ما مطرية والو. نضع عنه الأمين العام دار انزلاق كبير، والتقرير اللي هيجيه يقدر يدير به انزلاق ثاني. لهذا احنا ما عندنا حتى شي فائدة في البعثة ديال المينورسو اليوم تعود عندنا، لا فائدة فيها. نضع عنه هذا موقفنا اللي نطالبوا به عن الدولة الحكومة تتخذ قرار باش هذو المناطق يسترجعوا، وبعثة المينورسو إذا كان الأمين العام الانزلاق اللي ارتكب والغلط اللي ارتكب عن بعثة المينورسو لا عندها أهمية في الأقاليم الجنوبية، ما عندها حتى شيء أهمية في الأقاليم الجنوبية. احنا هذه المنطقة طبعا هي منطقة مغربية لا نقاش فيها قولا وفعلا، واحنا كمنتخبين لا جهويين ولا وطنيين للأقاليم الجنوبية، قضية الصحراء هي قضية واضحة بالنسبة لنا. هذه قضية لها سنين 40 سنة دابا من الاستقلال، ولكن إيماننا واضح وراسخ. هذه المنطقة هي مغربية ولا تبقى مغربية دائما إلى منتهى النفخ، أبا وأما، ومستعدين ندافعوا على منطقتنا، نرفدوا السلاح. إذا كان خصنا نرفدوا السلاح نرفدوه نهزوه كما هزينا السلاح سابق 75 أمام الاستعمار الإسباني، وإذا عارفوا الاستعمار الإسباني من أجلاش؟ من أجل الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومن أجل البيعة لجلالة الملك وجميع الملوك المقاربة. نضع عنه التاريخ راه ما يمكن واحد ينساه. التاريخ راه خصو يبقى دائما ذاكرة عند الناس. هاي المنطقة دافعنا عليها ما نعرفوا كاع المغرب. نضع عنها هذه منطقة مغربية. احنا أنا إذا طلعوا فيها ما قد زرت 75 ولا 76 ولا 60 من نهار خلقتي ما قد زرت مدينة من مدن المغرب، ولكن أنا مغربي وجاهدنا من أجل الوحدة الترابية ولينا نبقاو نجاهدوا. لهذا الأمم المتحدة مولي راه ما تخوفنا تصريحات الأمين العام، ما تخوفنا. علاش؟ نضع عنا احنا في بلادنا وكاينين في بلادنا وندافعوا عن بلادنا، والأمين العام ما في صالحه يدير الفوضى في العالم، ما صالح اليوم العالم كله يدير الفوضى.
راهم شافوا الفوضى اللي شجعوا جات في ليبيا، شافوها، وشافوا الفوضى اللي شجعت في سوريا، وشافوا الفوضى اللي شجعت في العراق، وشافوا ما خالش بلاصه ما شافوا فيها. لهذا ما في صالح مجلس الامن ولا في صالح الدول انها تشجع الفوضى تكون. نضع انه اي قرار يمس بالسياده ديال المملكه المغربيه هو احنا نحسبوه فوضى وما غادي نقبلوه بتاتا. الى عاد بقى الامين العام تكون الفوضى في المناطق الجنوبيه ويكون الحرب ولا يسكنش في العالم باسره، احنا مستعدين نعدلوها من اجل وطننا ومن اجل بلدنا الحقيقي. ما عندنا مزورين ولأننا جايين مزورين، احنا خلقنا فمتياها وعندنا ثوابتنا اللي خلقنا فيها. الجمعيه العامه الصحراويه اللي فيكم ما يعرفها وفيكم اللي يعرفها ما يعرف التاريخ، اللي نساوها الناس، هي اللي وقع اتفاق ديال المدريد وكاينه، وهي اللي موقعه، ما فرض عليه حد انها توقع. كانوا ما هم مقاربه الناس ما توقع، وقعت اتفاق مدريد. علاش الامين العام اليوم يجي ويقول عنا الصحراء هي محتله؟ طبعا البوليساريو هو اولادنا مغاربه، نضع عن الجنسيه المغربيه ما تنزل عنهم. امير المؤمنين اي مغربي منين ما كان الجنسيه ديالو تبقى جنسيه، لا بغى يعود موريتان ولا بغى يعود في الجزائر ولا بغى، هو مغربي. وهذو خوتنا اولاد عمنا، خوتنا واولاد عمنا، ولكن ما يمكن لهم الاقليه تسيطر على الاغلبيه، هذه ما كاينه في العالم بيسري. هذو اقليه، وطبعا هذو اقليه طايشين، كان فيهم الشباب الطايش وتراجع وتراجع وتراجع، وكاين كثير متراجع ولا يتراجع، وغادي تشوفوا غادي كثير المتراجع. هذو طايشين طبعا، ومخلطتهم الجزائر والحرب الحقيقي مع الجزائر. ولكن الجزائر رغم عنها دولة بترولية ودولة عندها الغاز ودولة عندها خيرات الله تبارك وتعالى اللي دار للدنيا كلها، ما قد تصلح راسها ولا قد تعدل شيء. ما زالوا عندها ديور الصفيح دابا اليوم في الجزائر، والما ينقطع في الديور مازال، والإنارة العمومية تنقطع. الحمد لله احنا المغرب الحمد لله ما عندنا البترول، مشينا الحمد لله وقايله. ولمنكم شاك على الجزائر اللي تراجع، راهي ما غادي تراجع، راه قالت إلا شك على الجزائر اللي تراجع. الجزائر كتكره المغرب كره عميق، ولا هي اللي تراجع بأي وسيلة، حتى إذا فات مشكلة الصحراء الجزائر ما هي اللي تراجع، يتم دائما كاره المغرب. لهذا احنا باش نهلكوا الجزائر، راكم شفتوا ذاك النهار الاجتماع اللي دار بومدين على الطاقة الريحية والطاقة الحسد، هذا الحسد عند الخير، هذا الحسد اللي دار جلالة الملك. طبعا احنا باش نهلكوا الجزائر ونهلكوا خصومنا حقيقيا هو الوحدة ديالنا. اسمع، لا معارضة ولا أقلبية ولا أحزاب ولا مجتمع مدني، يخصنا الوحدة ديالنا حول تجاه الصحراء. نضع الصحراء ثوابت من ثوابت المملكة المغربية، ثوابت من ثوابت العرش العلوي المجيد، ما يمكننا نتراجع عنها بتاتا. نضع عنه البيعة على الله تبارك وتعالى لا وحده، واحنا بيعتنا جلالة الملك لا وحده، ما تنباع ما تشرى. لهذا الصحراء من ثوابت العرش. لهذا احنا كاملين ملتفين حول العرش وحول جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، إلى العمل بأولادنا وبمناتنا وبرزقنا وبسياستنا على نكافحوا على الوحدة الترابية للمملكة المغربية الأقاليم الجنوبية اللي احنا كافحنا من أجلها، ولا نبغاو نكافحوا من أجلها، وكلنا نهار نكافحوا من أجلها. وراني قلت الروس لا تغلط، راهو لو تمشي الجزائر والله تمشي البوليساريو والله تعود ضد المغرب، راه احنا مقاربه ولا نبقاو مقاربه، ولا تفرض علينا حتى شي ري، ما تفرض علينا ري
نضع ان احنا اصحاب المنطقه ما تفرع علينا الري. والري السقف اللي اكثر كما قال جلاله الملك اللي قدم هو الحكم الذاتي، هو اكثر، وهذا حقيقي، ما كاين شي سقف يقدم اكثر من الحكم الذاتي. بقينا للحكم الذاتي، ينزل الحكم الذاتي والله تنزل الجهويه المتقدمه والله الجهويه المتاخره، ينزل شيء اللي بغى يسمي سموها انتم كيما بغيتوا، سموها الجهويه المتقدمه ولا المتاخره والله الحكم الذاتي، ولكن لابد يعدل شيء باش الصحراويين. راه نقولها لكم هو اليوم وعارف شو نقول امام جميع الشعب المغربي اليوم. هو كاين هنا حكومه وغرفتين البرلمان، هذا هو الشعب المغربي 34 مليون هي قاعده اليوم. نقول قدامكم عدلوا العمل، الاستثمار، ما تخوفوا الناس لعل المغاربه يسمعوا عنا راه كاينه كاع شي حاجه يديرها لنا الامين العام ويخافوا. لا ما يخاف حد يا سيدي، الصحراء اللي تبقى مغربيه كونوا على يقين على اللي تبقى مغربيه ولا تبقى مغربيه الى منتهى النفخه. ولكن باش ننقذوا لاعدائنا وقايلين راهم قايلين، نقولها لكم بكل صدق وبكل امان، من العمل القايمين به في الاقاليم الجنوبيه يخص النموذج الاقتصادي 77 مليار من الدرهم كافيه لا نصها والله ربعها الى حق. راه ما تلحد يقد يهدى، ما يقد واحد تهدى. الله يجعل بركه، ما تعطونا كاع 77 مليار من الدرهم، اعطونا ربعها، اعطونا نصها، ولكن خصها تمشي لبلادها الحقيقي، تمشي لبلادها الحقيقي. احنا يوميا الاف من البوليساريو يتصلوا يدوروا شو، الاف منهم راهي ماشي ميامي، الاف من البوليساريو يدوروا شو، يتصلوا من باريس، يتصلوا من اسبانيا، يتصلوا من مخيمات، يتصلوا من موريتان، يتصلوا كل شيء، ولكن منين يجي خصك تضمن له عيشته، تضمن له مقر ومنين يسكن، تضمن له باش يعيش. واحد يجيب عائلته ويجيب وليداته ويجيب حالته يبقى ما عنده باش يعيش، ما يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن. لا بد من ضمانه ديال العيشه الكريمه، لا بد من ضمانه ديال العيشه الكريمه، ونوفوا ذا المشكل بصفه نهائيه. راني انا نقول لكم ونتحمل فيه مسؤوليتي، اذا قلت لكم راني نقولوا ونتحمل فيه مسؤوليتي. لا بد من العمل تجاه الاقاليم باش نوفوا ذا الامور. اصدقاء المغرب انا التقيت معاهم، اصدقاء المغرب فرنسيين وامريكان كل صديقاء وبرلمانيين، يقول لك احنا مع المغرب وباقي المغرب. غير ذلك يقولنا المغرب ما يطبقوا، طبقوا الجهويه. جلاله الملك اعلن عن الجهويه، ده اعلن عن النموذج الاقتصادي، طبقوه العاد السيد رئيس الحكومه ما عنده 77 مليار يدير الا 4 صافي. لا راهي الدنيا كامله تكون بخير وعلى خير، هذا هو اللي لازم يكون. وباش نقول لكم تبقاو على اطمئنان، راه الصحراء بخير وعلى خير، والصحراء راهي هذا ميساج نمشيه للامين العام ديال الامم المتحده انه راه ما يقدر يفرض علينا اي حل ما لنا باقيين. وحلنا هو شنو؟ هي الاقاليم الجنوبيه اللي تبقى الى منتهى النفخيه المغربيه، ولا يبقاو سكانها مغاربه، ويبقاو رافعين الراس مغاربه حقيقيين، ماشي مغاربه مشريين، لا مغاربه حقيقيين. يمكن نتخالفوا، يمكن نتخاوتوا، يمكن كل شيء، ولكن مغربتنا لا فيها نقاش وما فيها مساومه ولا فيها تلاعب، والبيعه جلاله الملك ما فيها تلاعب. طبعا يمكن ما معنى انه اذا مشاو وحدين يشابروا بالحجار والله يشابروا لمن، انا راه الدنيا كامله ماشي مقاربه والله ما هي مخلصه، لا بالعكس نتصداو لهم بالمعقول ذوك، نتصداو لهم ونعرفوا كيفاش نتصداو لهم ونعرفوا كيفاش نقبضوهم ونشدوهم احنا. ولكن خصنا نحضروا جميع الميادين اللي تعني الصحراء، وخلونا سيد نقولوا احنا مثلا عندنا اللي يجبر الشواي ما ينحرق ويديه،
هو سيدي احنا شوايه، علاش نحرقوا ايديكم؟ اييه اللي يجبر الشواي ما ينحرقوا ايديه. خلونا يا سيدي معانا، ضامنوا معانا وخلونا نمشوا وتشوفوا كيفاش الامور. معنى الكلمه طبعا اذا عادت الامور تعدل بدون حضورنا وبدون اشترشنا وبدون هدره معانا في ميدان لا يعدل، احنا ما عندنا قدره ولا اراده. شكرا سيد الرئيس، انتهى الوقت. السلام عليكم. شكرا. الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة.